السنة دي كانت مليانة مفاجآت في عالم الدراما الكورية، من ممثلين رجعوا بقوة بعد غياب لنجوم جدد خطفوا القلوب واحتلوا الترندات العالمية. في الفيديو ده هنعرف سوا مين هم أكتر 10 ممثلين كوريين اتصدروا الترند سنة 2025، وده الجزء التاني، وازاي كل واحد فيهم قدر يخطف الأضواء سواء بأدواره أو بشخصيته أو حتى بحضوره على السوشيال ميديا. رقم واحد الممثل بارك هيونج سيك. في مارس 2025 الممثل بارك هيونج سيك كان رقم واحد في تصنيف براند ريبيتيشن للممثلين الإناث والذكور في كوريا، وده بسبب مسلسله القلوب المدفونة اللي اتعرض في بدايته من فبراير 2025 وانتهى تقريبا في شهر أبريل. وهو دراما انتقامية مثيرة خلت الناس تتابع بأكتر من مجرد حبكة، لأن الشخصيات كانت قوية والممثلين كانوا الأعلى سمعة. عنده كمان مشروع تاني اسمه 12 اللي هو مسلسل فانتازيا أكشن وسوبر هيرو، واللي نزل من أغسطس لحد شهر سبتمبر 2025. ودول الأعمال اللي تسببت في إن الممثل يكون ترند السنة دي لأكتر من مرة. من ضمن أهم الأسباب برضو إن هو يتصدر الترند تواصله مع الجمهور ونشاطاته الجانبية، كان بيتواصل مع المعجبين عشان يقدر يشارك معهم أخبار يومية ومشاريعه، وتفاعل كانوا كبير بينه وبين الجمهور بتاعه. رقم اتنين الممثل تشو يونج وو. الممثل اتصدر الترند السنة دي بسبب مسلسله القوي والشهير جدا كود الطوارئ. المسلسل ما يجمع ما بين الطبيعة الطبية والأكشن والإنقاذ ومواقف الإنسانية. النوع ده دايما بيشد الجمهور، خصوصا لما الأحداث بتتطور بسرعة أو بشكل مثير. والمسلسل كمان وصل لترتيب عالمي على نتفليكس، وده زود شهرته بره كوريا كمان. كمان أخد جايزة أفضل ممثل السنة دي عن المسلسل ده، وكمان ده زود شهرته وخلاه ترند. رقم 3 الممثل لي جونج جاي، وده كان ترند السنة دي بسبب مسلسله لعبة الحبار الجزء الثالث. والمسلسل ده عامل نقلة نوعية في مسيرته، لأنه مشهور جدا وحقق انتشار عالمي وكبير، واسم دوره سونج جي هون، وأصبح مرادف للمسلسل كله. زائد إن الناس بتحضر حتى التوقعات والأخبار المرتبطة بمشاعره الجديدة وأدواره القادمة، مش بس بعد نزول المسلسل. من ضمن مشاريعه الجديدة أو من ضمن مشاريعه الجديدة Nice to not meet you، اللي هو رومانسي وكوميدي، وده نوع مختلف عن شخصيته في لعبة الحبار. والتغيير ده بيدي لون ليه تنوع أكبر، وبيحافظ ليه على اهتمام الجمهور أكتر وأكتر. رقم 4 بارك بوجم. أهم الأسباب اللي خلت الممثل بارك بوجم ترند السنة دي هو مسلسل عندما تعطيك الحياة يوسفيا. الدراما دي كانت من أهم الأعمال السنة دي، وكانت متاحة على نتفليكس وحققت متابعة عالمية لمسلسلات غير إنجليزية، بالإضافة إلى التحول الشكلي في شخصيته. علشان يلائم دوره في المسلسل فهو كسب 5 كيلو وغمق لون بشرته أكتر، وده كمان ساعد الجمهور إنهم يشوفوه بملامح أكتر واقعية وقرب لشخصية الراجل اللي بيشتغل بره وبيتعرض للشمس وبيتعب، مش بس الشكل المثالي واللامع. بالإضافة لصورته الجماهيرية والشخصية العامة، لأنه تم اختياره كسفير تقليدي بيروج للزي الكوري.